أهمية، بص وقفت على طول لوحدها اهي، أهمية التفكير الإنساني. أهمية التفكير الإنساني، ما أنا لسه قايل لك إحنا مش زي غبي منه فيه. إحنا مش عايزين كده أقول لك التفكير بيتعبني وخلاص، لأ، إحنا بنفكر لأهمية معينة. إحنا بنفكر علشان أكيد التفكير ده هيفيدني. طب التفكير هيفيدني في إيه يا مستر؟ هيفيدني في 4 أشياء. المنفعة العملية، وركز، العملية للفرد مش العلمية، لأنه ساعات بيجي يسألك في أهمية التفكير ويبقى عايز ايه زي ما بنقول كده، عايز يوقعك يلخبطك، يجيب لك اول سؤال المنفعة العملية او اول اختيار، تاني اختيار المنفعة العلمية، وانت عينك بتيجي على التاني على طول تختاره. لا ركز، اهمية التفكير المنفعة العملية للفرد. طب تاني حاجة المنفعة العامة للمجتمع. تالت حاجة الصحة النفسية. رابع حاجة القدرة على التحليل والتقويم والنقد. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة عشان أقول لك خلاص ريحنا، روح أول درس خلص. أول حاجة المنفعة العملية للفرد. يعني إيه يا مستر المنفعة العملية للفرد؟ ببساطة أنا بذاكر وبنجح وبجيب تقديرات كويسة، مين المستفاد؟ أنا اللي بجيب تقديرات كويسة باخد شهادات، صح ولا لأ؟ صح. طب تيجي ناخد المثال بطريقة تانية، أنا بذاكر بنجح دخلت كلية بقيت دكتور شاطر أو بقيت مترجم شاطر وابتديت أفيد الناس. الإفادة هنا بتعود على مين؟ عليا وعلى المجتمع. طب هنا عايزك تركز في حاجة عشان تقدر تفرق ما بين المنفعة العملية للفرد وما بين المنفعة العامة للمجتمع. إيه هي يا مستر؟ أولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، المنفعة العملية للفرد هي الإفادة هتقع عليا، أنا اللي هستفاد، محدش هيستفاد غيري. طب المنفعة العامة للمجتمع لا، هنا بقى المنفعة مجموعة من الناس أو إيه عدد معين من الناس أو المجتمع. طب تعالوا ناخد، هسألكوا سؤال وانتوا جاوبوا. حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء لاختراعه أو لاكتشافه الفيمتو ثانية. هنا تدل هذا على أهمية التفكير من الناحية أو أهمية التفكير الإيه بقى، أنهي خطوة أو أنهي أهمية؟ هل المنفعة العملية للفرد ولا المنفعة العامة للمجتمع؟ هديكوا ثانيتين 3 أهو. أحمد زويل خد نوبل في الكيمياء علشان اكتشف الفيمتو ثانية. يا مستر الإجابة هي المنفعة العملية. ليه؟ لأن الفايدة وقعت على مين؟ على أحمد زويل. السؤال بيقول لك أحمد زويل خد النوبل، خلاص الموضوع انتهى. طب بص السؤال ده، حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء لاختراعه أو لاكتشافه الفيمتو ثانية، مما ساعد في اكتشاف واختراع العديد من الاختراعات والمساعدة في رصد التفاعلات الكيميائية. هنا مما ساعد فيه، ده احنا اكتشفنا واخترعنا حاجات كتير، يبقى هنا المنفعة بقت عامة. في السؤال الأولاني هو وقف لك انه خد جايزة نوبل وهو اللي استفاد. هقول لكم على نصيحة مني، حلقة كده في ودنكم، ايه هي؟ ما تسرحش بره السؤال. يعني ايه يا مستر؟ يعني في السؤال الأول أنا قلت لك حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء لاكتشافه الفيمتو ثانية. انت ما تجيش تقول لي هو لما اكتشف احنا عملنا، لا، انت تيجي اكتشافه الفيمتو ثانيه وتعمل فول ستوب، وقفنا خلاص السؤال وقف هنا، فانا هفكر في الحدود دي. انما ما تجيبش بقى ايه 3 4 اصحابك كده، عارف انت دماغكوا بتقعد تسرح، وتعالى انت قول لي ايه الحكايه وانت فكر لا، هنا انت الموضوع في دماغك، ما تخرجش بره اطار السؤال. تقعد تقول هو يبقى هو استفاد او المجتمع استفاد، انا ما جبت سيره المجتمع في السؤال. فيبقى وانت بتقرا السؤال يا شباب لازم تركز في اطار السؤال فقط، ما تسرحش بره السؤال، مش عايزك تسرح. طب يلا يا مستر الخلاصه بتاعت المنفعه العمليه للفرد والمنفعه العامه للمجتمع ايه حضرتك وانت بتقرا السؤال؟ هتشوف النفع والمنفعه وقعت على مين؟ وقعت على الفرد اللي بيتكلم عليه السؤال بس، او على سيادتك بس هتقول له منفعه عمليه للفرد. طب وقعت على مجموعه من الناس او على المجتمع هتقول له المنفعه العامه. تالت اهميه بقى موجوده
معانا للتفكير، ودي حاجة احنا كلنا محتاجينها، الصحة النفسية. ليه يا مستر؟ يعني ايه؟ هقولك على حاجة. مين دلوقتي تحسه ان هو او بيبقى مش محتاج الصحة النفسية، او مش محتاج ان هو يبقى سعيد، عنده مشكلة؟ يعني ايه؟ يقول لك والله يا مستر الناس تبص عليها في الشارع تحسها كلها عندها اكتئاب. انا مش عارف الناس كلها عاملة كده ليه يا مستر، ده في مشكلة، المجتمع كله ماشي بيعيط. يبقى الصحة النفسية، التفكير بيساعدك على ايه؟ على الصحة النفسية، ما تفضلش ماشي وشايل طاجن ستك كده فوق دماغك، مش عارف اعمل ايه، كل حاجة ضاعت. لا، التفكير بيقول لك اقف، انت عندك مشكلة، طب هتفضل قاعد بتندب؟ هتفضل قاعد بتعيط؟ هتفضل قاعد بتصوت؟ احنا المفروض نعمل ايه؟ خلاص نبتدي ان انت، طب يلا نقف ونبتدي ان احنا ايه؟ نحل المشكلة. انا يا مستر عزلت مكان جديد، بابا جات له سفرية بره، فانا عايز ان انا اعمل ايه؟ جيت اروح المدرسة، الناس اللي هناك معرفهاش، مش عارف اتصاحب على ناس. طيب هتفضل مش هروح المدرسة ومش هعمل حاجة وما تودونيش في، هتفضل عامل كده؟ هتحل مشكلة؟ هيفضل مستواك الدراسي بينزل بينزل بينزل. فالتفكير بيساعدك انه يخلي لك الصحة النفسية، انه بيساعدك في الكلمة دي مهمة قوي، التكيف مع الاحداث، انك تتأقلم مع الاحداث. تمام كده؟ يبقى احنا هنا يا شباب، انا اقدر ان انا اتكيف. يعني ايه يا مستر اتكيف؟ اقدر ان انا في مشكلة وقعت معايا، فاللي هو طيب ايه ازاي احلها؟ ما انا مش هفضل قاعد اعيط واندب، يعني لازم نحل المشكلة. فاول ما تلاقي كلمة التكيف مع الاحداث او التأقلم مع الاحداث وانت مغمض، على طول هختار الصحة النفسية. نيجي لرابع واخر حاجة معانا في درس النهاردة، وهي القدرة على التحليل والتقويم والنقد. يعني ايه بقى يا مستر القدرة على التحليل والتقويم والنقد؟ بكل بساطة، بكل سهولة، ما بتصدقش اي حد يقول لك اي حاجة. يعني ايه؟ تعرف اقول لك ايه، تعرف عربيات تسلا الجديدة؟ دي بتطير، فانت ماشي تقول لكل الناس ان عربيات تسلا الجديدة دي بتطير. انت هنا لا حللت كلامي، شفته صح ولا غلط وفين الدليل بتاعي، ولا قومته فين نقط القوة والضعف في الكلام بتاعي، ولا نقدته. والنقد تشمل التحليل والتقويم، عشان تبقوا عارفين يعني النقد والتفكير الناقد زي ما هناخد بيشمل التحليل والتقويم، اللي هو ايه؟ ان انا باجي اعمل ايه؟ ابتدي اشوف والله انت كلامك ده مستر جايبه بناء على انهي دليل، يعني فين الكلام ده؟ ابتدي ابحث وادور، مش اي حد بيقول لي اي مشكله واتاثر بالكلام بتاعه واروح اصدقه. الحق يا محمد ده علي شتمك، تروح جاري على علي تعمل معاه خناقه، ان انا والله هتخانق معاك، ان انا في مشكله بقى، انا مش هسيبك النهارده. يا سيدي طب حلل الكلام، يا سيدي طب انقدني. يعني ايه انقدني؟ احنا دايما يا شباب بناخد كلمة النقد اللي هو ان انا بقف ضد الشخص ده او باخد موقف معادي ليه. لا، النقد ان انا بدور في الكلام اشوفه صح ولا غلط، فين المصادر بتاعته، طلع صح تمام استقبلته وبقيت موافق بيه، طلع غلط هرفضه، اقول له يلا اتكل على الله بعيد عني. يبقى هنا احنا بنتكلم على القدرة على التحليل والتقويم والنقد، ان انا ابتدي ادور فين مصدر الكلام، ما تأثرش بكلام اي حد بيقوله لي وخلاص، ما بصدقش اي حاجة وخلاص. لان يا شباب لما بنيجي نصدق الكلام ده من غير أدلة بنقع في مشاكل كتيرة جدا جدا، واحنا بنبقى مش فاهمين ليه احنا وقعنا في المشكلة، عشان انت صدقت حد في الأول او شفت مشكلة في الأول، ما عندكش الايه، ما عندكش القدرة وما حللتش الكلام ده هل هو صح ولا غلط. طيب نيجي بقى، خلصنا يا مستر، اقول لك بص،